عنده مصليه ومصحف. والظابط طبعا عشان يكمل القضيه تمام راح حاطط في الاحراز ايه سبحه. وطبعا كلمنا عرفه المحامي ساعتها ولمينا له فلوس. كان عرفه طلب 500 جنيه. واحنا بقى ايه قلنا له 30 حلو، وافق بال 30 ادينا له 20 وافتكر شحنا له ب 10 حاجه زي كده. وطلعوا براءه قال ان الحاجات دي كلها بتاعت ابوه. ادوا ابوه 20 سنه وهو خد براءه، وكان فرح يوميها قوي لان كده كده ابوه كان فاضل له تقريبا 3 سنين وشهرين ويتوفى. قصه قديمه يعني ملهاش لازمه. المهم عرف يعني خميس اول ما عرف ان انا مرشح نفسي اول حاجه قالها لي انت حمار. قلت له اه. فقال لي انت حمار يعني. قلت له انا قلت مفكر ان دوت شرط من شروط الترشح. قال لي لا انا قصدي انت حمار تخش في حاجه زي دي يعني السياسه وكده ومصاريف وبتاع. قلت له لا من ناحيه المصاريف ما تقلقش، لان انا طبعا في دعايتي انا بوعد الشعب المصري كله لو قدره لي وبقيت رئيس اول حاجه هعملها طقم حواوشي للشعب كله. يعني انا هاكل الشعب كله حواوشي من ابو جنيه وربع. لا مش من ابو جنيه وربع، انا هجيب المخصوص اللي هو بجنيه ونص. وطبعا موضوع المخلل ده هنتكلم فيه بعد كده. انا ابن المربع هنا مش ابن الدايره، يعني دي حاجه معروفه للناس. في ناس تقول لك انا ابن الدايره، لا انا ابن المربع. معروف انا مين وقرايبي مين. السيد القني. السيد القني دلوقتي كله عارفه، اللي هو اول واحد دخل مناديل ورق في المنطقه. المناديل الورق اللي ما يعرفش دي بيتنف فيها وتترمى ما بتتغسلش. وطبعا حوض الامور ده كان اول برضو واحد في بكوسه افتكر او تاني واحد يبقى عنده اريال بموتور. كانت مصر كلها بتشوف القناه الاولى والثانيه، كان هو بيشوف مثلا 6 قنوات، 3 اولى و3 ثانيه. حوض الامور قرايبي ناس تقيله جدا، يعني احنا عندنا واحد في قرايبنا من ناحيه والدتي النهارده عدى ال 160 كيلو. ساكن في عماره 18 دور ولا فيها اسانسير ولا سلم. احنا رغم كده ما بنحتاجلوش في حاجه الحمد لله. برضو انا يعني المنطقه هنا ميزه الناس ان كلها كده قلبها يعني على قلب بعض، وكل واحد فيهم بيبص لمصلحته. يعني الناس هنا كويسه جدا، وبيبان ده لما يحصل حريقه عند حد كلنا بنجري بنروح نتفرج. وحتى في الحريقه انا ساعات يبقى النار كده جامده اقدم جاري عني. يعني انا يعني عندنا بصراحه حاجات يعني اتعلمناها من ولادنا، وان شاء الله هنعلمها لاجدادنا والدنيا يعني تمشي. لان ايه احنا عندنا مش داخلين الرئاسه دي كده، لا احنا عندنا افكار وعندنا مخ. طبعا حكايه عيلتي دي عيله مبسوطه والناس كلها عارفه يعني ايه عيله مبسوطه. تلاقي عيلتي انا دونا عن اي عيله دايما قاعدين عاملين كده، وفي ناس بيقولوا ده يروحوا يكشفوا وكده. لا انا عيلتي عيله مبسوطه دايما مبتسمه يعني. الافكار لان ربنا يا جماعه خلق لنا مخ وطحال، فاحنا لازم نفكر النهارده في كل مشاكلنا ونطرح مشاكلنا. في الصين مثلا لما طلعوا قانون ان اي سطح يبقى في اخر دور الناس كلها التزمت. النهارده لما مصر اتعمل فيها الحاجه دي حاجه كويسه. في غانا يا جماعه اللي هي كان بيغني لها عبد الحليم غانا الهوا غانا دي حضرتك في غانا لما الدنيا بتشتي اتفرج على الناس بتعمل ايه. لما الدنيا بتشتي في غانا بيسيبوها تشتي. طبعا الناس بتحب بلدها واحنا مش اقل من كده، ومصر تستاهل اكتر من كده. احنا بنطرح مشكله التعليم، مشكله الصحه. احنا بنقول بالنسبه للصحه انا عندي قانون لو قدره لي وبقيت رئيس اسمه القتل الرحيم. القتل الرحيم ده اي واحد عدى 65 سنه يجي له صداع مغص قسطره قلب مفتوح كلام، ما فيش الكلام ده. حقنه هوا وريح على طول. 65 سنه ويوم لا ماشي بقى 70 80 من غير ما يشتكي اهلا وسهلا بيه. وبعدين دي هتفتح افاق بقى ايه ان والدك مثلا هيموت تروح تحجز له في مسرح بقى وكوافير وفيديو وكده، يجيب صحابه يتصور معاهم، يوصي اولاده على بعضيهم ليه 200 جنيه هنا 100 جنيه هنا ادي ده 50 ويبوسوا احضان سلام عليكم وعليكم السلام، ولا لبس اسود بقى ولا شادر ولا وجع دماغ. واتحدى بعد كده لو واحد قال ليه انت هتخش بقى على ابوك تلاقيه ماسك دماغه وبتنطط، اول ما يشوفك يقعد ساكت. في حاجه يابا؟ لا يا ابني انا الحمد لله تمام. احنا بنعالج المشاكل باليات. بنعالج المشاكل باليات. وعندنا برضو مثلا في القانون 67 يقول لك المتهم بريء حتى تثبت ادانته. انا بضيف عليها قانون 67 صفحه 112 على ايدك اليمين وانت داخل وحاسب السلمه المكسوره قول محمد اللي بعتني.
المتهم بريء حتى تثبت ادانته، انا هضيف عليها حتى تقوم قيامته. المتهم بريء حتى تقوم قيامته، لان احنا بنسمع عن اتهامات كتير وما بنشوفش ادانات. الفترة اللي جاية هتسمعوا اشاعات كتير عني، وهي بدأت الحقيقة، والفضائيات والجرايد، وفي ناس بتقول انها شافتني باكل كبدة. انا بقول من هنا اللي شافني ومعاه مستند يتفضل على النائب العام، راجل مكتبه مفتوح. مسألة ان اختي ساكنة في عمارة فيها اسانسير، هذا كلام عاري من الصحة. هتسمعوا كلام كتير الايام الجايه، في ناس قالت عنده معجون سنان، وناس قالت وفي فرشه كمان وبتاع. هتسمعوا كلام كتير، والاشاعه بتلف العالم قبل ما ترتدي الحقيقه حذائها. بقول لكم في الاخر كلمه لمصر، انا بقول الحمد لله مستوره وماشيه بس مقطوره، والاعمى شايف الصوره، الكل بيدفع في فاتوره للي نهب واللي ارتشى واللي بالاسرار فشى، وسابنا بات من غير عشاء، وقال لي مات اللي اختشى. صبحت فاصل من الفيشه وشاطر قال عن العيشه، واللي على راسهم ريشه خلعوا البرقع والبيشه، بفساد يكسر الهمه وخيل بيجري في الذمه، ومجلس لابس العمه نتن طموحه يكون رمه. فالتطوير بقى وش جير، والتنمية رصف وتشجير، والطب حنة وزيت جرجير، واليافطة بيع ومفيش تأجير. بيع لدواعي السفر، بعذر شيطان اللي كفر، دول معروفين بالنفر بس معاهم شيخ غفر، وطالبين تعيين سجانين وترزي وطباخ وعجانين، ورؤساء تحرير للجرانين يضحوا بالأم لاجل الجنين. ولو انت شاطرة والأولى، طب ليه ايديكي مغلولة وفاضية وعني مشغولة؟ صبحتي أمنا الغولة. فبقت الناس الكسيبة الرقصات واللعيبة، ورجال الأعمال حبيبة، شياطين بسبحة وزبيبة. ادوني حزن من غير كرب، حبة شتيمة شبعت ضرب، لو نص كفتة وربع طرب أنا أروح فداكوا بس في حرب. على الأقل أموت شهيد، زهقت من سوء العبيد، من غير لا خبط ولا تهبيد. ما ترشونا بأي مبيد، هي السياسة إعلانات، كلمونا بلاش رنات، مش عايزين تكسبوا حسنات، ما عندكوش اخوات بنات. سرقتوا مني المحفظة وجيوبي فاضية منفضة، لو زعلانين من الفضفضة يبقى انتوا خلق من الفضا،